مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غادة يسري ببرنامج الحياة حلوة. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا، مرض العصر، مرض الاكتئاب. أكتر من 300 مليون حالة سنويا من الأشخاص بيصابوا بمرض الاكتئاب حول العالم حسب منظمة الصحة العالمية. مرض الاكتئاب للأسف ما بيفرقش ما بين الستات والرجالة، هو صحيح نسبته في الستات أكتر لكن بيجي للستات والرجالة، وكمان ما بيفرقش ما بين الفئة العمرية، يعني ممكن يجي للأطفال. شدة أعراض المرض ده بتتراوح حسب الشخص نفسه، يعني ممكن في أشخاص المرض ده يقعد معاهم بحالة مؤقتة أسبوعين 3 ويكون حالة بسيطة، وفي أشخاص تانيين ممكن المرض ده يقعد معاهم سنين وتكون الحالة حادة جدا وصعبة جدا. 25% من الشعب المصري يعاني من الاكتئاب، وللأسف 4% بس اللي بيتلقوا العلاج، وده طبعا عدد قليل جدا، وده بسبب ثقافتنا للأسف المحدودة في التعامل مع العلاج النفسي. من أعراض مرض الاكتئاب هو فقدان الشغف والطاقة لأداء مهامنا اليومية، اضطرابات النوم، فقدان الشهية وفقدان الوزن، العصبية، وحاجات تانية كتير غيرها. ومعروف جدا ان المرض ده لو ما اتعالجش صح ممكن يؤدي كمان لأمراض خطيرة جسدية، وممكن كمان يؤدي للانتحار. حسب منظمة الصحة العالمية 700 ألف حالة سنويا بتلجأ للانتحار للأسف، وده رقم عالي جدا. طيب نعمل ايه علشان نعرف احنا عندنا اكتئاب ولا لأ؟ تعالوا الأول نشوف ايه الأسباب اللي بتؤدي للمرض ده. رقم 1 العوامل الوراثية، المرض ده للأسف ممكن يتنقل من الأب والأم والأجداد للأبناء. رقم 2 كيمياء الدماغ. كيمياء الدماغ بتفرق جدا، لأن النواقل العصبية اللي موجودة في المخ لو حصل فيها اختلال بتؤدي لحدوث المرض ده للأسف. 3 بيكون معروف عند الستات في وقت الدورة الشهرية أو بعد الحمل والولادة إن ممكن يجي جدا المرض ده ويجي بحالات صعبة كمان. رقم 4 الإدمان على الكحول والمخدرات والأدوية، وده هنا بيبقى فيه حاجة من الاتنين، يا إما الإنسان المريض بالاكتئاب بيلجأ للحاجات دي علشان هو بيكون فاكر إن الحاجات دي هتطلعه من الحالة اللي هو فيها، أو للأسف الحاجات دي بتؤدي للوصول لمرض الاكتئاب. رقم 5 الإصابة ببعض الأمراض المستعصية اللي بيكون فيها آلام مزمنة، لأن للأسف الأمراض دي زي السرطان وغيره طبعا بتؤدي للمريض إن هو بيصل لحالة صعبة جدا من الاكتئاب، وده بيقلل من مناعة الجسم للأسف وبيزود الحالة. وأخيرا طبعا الظروف الحياتية اللي كلنا بنمر بيها، زي التوتر لفترات طويلة، أو المشاكل المادية، فقدان شخص عزيز، أو الخذلان أو غيره طبعا. وبما ان احنا عارفين ان الحياة بقت صعبة جدا جدا، فبنتعرض لمواقف كتير ممكن تعرضنا للأسف للوصول إلى حالة الاكتئاب. وما ينفعش أبدا أبدا ان احنا نستهين بمرض زي ده، لأنه مرض للأسف ممكن يؤدي لأن الإنسان المريض يتخذ قرارات غلط تماما ويدمر حياته. يعني ما ينفعش لو احنا عندنا حد عزيز او غالي او احنا نفسنا بنمر بالحالة دي، حد يجي يقول لنا معلش يومين والموضوع يروح. لا، احنا ما ينفعش نتعامل معاه للأسف بالشكل ده. لازم نتعامل معاه بشكل أوعى، ناخده بطريقة جدية جدا، لأن ده مرض صعب جدا وممكن يؤدي للأسف لدمار حياة شخص. احنا بقى هنعمل ايه لو حد عزيز علينا او احنا شخصيا بنتعرض لمرض زي ده؟ رقم 1 زي ما انت بيكون عندك تعب في جسمك فبتلجأ لزيارة الطبيب، لما يكون عندك تعب نفسي لازم تلجأ لزيارة الطبيب كمان، لان التعب النفسي اساسه اصلا ممكن يأثر على الجسد بشكل سلبي جدا. فبالتالي لو احنا عندنا مشكلة في نفسيتنا لازم نروح لطبيب مختص عشان يعرف حالتنا كويس ويوجهنا للعلاج الصح والسليم. ولو احنا نعرف حد عزيز وغالي علينا لازم ننصحه باللجوء للطبيب. رقم 2 الطبيب هو اللي بيحدد احنا حالتنا ايه وايه العلاج اللي احنا محتاجينه، فبالتالي هو اللي بيحدد احنا محتاجين ناخد ادوية ولا لا. فما ينفعش بأي حال من الاحوال ان احنا ناخد علاجات من نفسنا،
لازم الدكتور اللي يبقى كاتب الادويه دي، لان ده ممكن ياثر سلبا اكتر ويزود الحاله. وممكن نلجأ احسن لان احنا ناخد مكملات غذائيه وناكل اكل صحي، وده يكون افضل بكتير. رقم 3 ودي نقطه مهمه جدا، الدعم النفسي للمريض. لو احنا عندنا شخص غالي علينا بيعاني من الحاله دي، لازم نديله دعم نفسي قوي جدا جدا، ونراعي نفسيته ونعرف انها حاله صعبه فعلا. ولو احنا شخصيا اللي بنتعرض للمرض ده، بلاش العزله وان احنا نقفل على نفسنا الباب، لا احنا ممكن نلجأ لان احنا نروح للناس اللي بنحبهم ونثق فيهم ونتكلم معاهم، وده يكون افضل بكتير. رقم 4 ممارسة الرياضة من 3 ل5 مرات اسبوعيا لمدة نص ساعة، ده بيفرق كتير جدا في الحالة دي وبيحسن الحالة النفسية جدا. ممكن مثلا نمارس رياضات زي المشي والسباحة والجري وغيره. طب لو احنا مش قادرين نبذل مجهود بدني، احنا نقدر نلجأ لرياضة اليوجا او التأمل، هيفرقوا كتير جدا معانا. رقم 5 التعرض للشمس والطبيعة. ممكن ننزل نتمشى في مكان فيه جنينة مثلا في وقت الشمس كده بتكون فيه هادية، ننزل نتمشى او نفتح على الاقل الشبابيك ونقعد شوية في الشمس، ده بيفرق كتير جدا في الحالة النفسية. معروف ان ايسلندا بتاخد المركز الاول في عدد حالات الاكتئاب بسبب برودة الجو الشديد جدا وقلة ضوء الشمس اللي موجود عندهم. رقم 6 واخيرا ومن اهم النقط اللي انا دايما اقولها، الحفاظ على علاقتنا بربنا مهما كانت معتقداتنا ودياناتنا. يعني لازم دايما نخلي في عمار كده ما بيننا وما بين ربنا حسب ديننا، لان طبعا العبادات الروحية بتفرق كتير جدا في الحالة النفسية، وبتوصلنا لإحساس التسليم والسكينة والرضا، وده أكيد بيحسن الحالة ويخلي حياتنا أحلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية على خير، وشكرا على حسن استماعكم. سلام.